على بالي كامل راكم حالين واش طيبوا هاد اليوم، واليوم راح نشارك معكم هاد الوصفه تاع البطاطا مقليه مع البولي كريسبي بواحد الصوص بزاف بنين. تقدروا ديروا بهم ساندويتشات تدوهم معكم للبحر. سجلوا عندكم الوصفه وبارطاجوها. اول حاجه راح نجيبوا الفرينه اللي راح نحضروا بها البولي كريسبي، نديروا فيها مجموعه التوابل راح نلقاهم مكتوبين اسفل الفيديو. وهذا البولي كريسبي راح يجي بزاف مقرمش، راح نديروه في الماء والفرينه فقط. نجيبوا هنا الدجاج اللي كنت قطعته هكذا شرائح طوال، نديروه في الفرينه ومن بعد راح نديروه في الماء، نغطسوه غطسه خفيفه ونعاودوا نرجعوه في الفرينه ونحاولوا كيفاش نضغطوا عليه. وبهذه الطريقه راح تحصلوا على اروع بولي كريسبي. انا درت كميه لاباس بها وانتم تقدروا ديروا الكميه على حسب عدد افراد العائله. دروك راح نحضروا اونيون كاراميليزي ولا بصل كاراميليزي اللي راح يضيف لنا بنه بزاف هايله لهذا الطبق. نخلوا البصل تاعنا يتقلب شويه زبده ونضيفوا له الملح والفلفل الاسود ونخلوه في غرضو حتى يتكرمل معاه. في زيت على نار متوسطه نروحوا نقلوا البولي كريسبي تاعنا وخلوه يتقلى من الجهه الاولى مليح، بعد قلبوه من الجهه الزوجه، حمروه مليح ويجيكم من اروع ما يكون. هذه الوصفه راح نحتاجوا البطاطا، راح نضيف لها توابل خاصين بالفريت ونخلطوها هكذا مليح، ونجيبوا صينيه ونديروها كطبقه اولى، نفرشوا فوقها هكذا فرماج سلايس على برجر، ونروحوا نحضروا اروع صلصه ممكن تحضروها بمنتجات تاع فلوريال اللي هي المايونيز، الكيتشب، الهريسه ولا موطار. المايونيز كما تعرفوا مخدومه بالبيض الطازج، الكيتشب في هذاك الكو تاع الطوماطيش يعطيكم بنه هايله، لا موطار تعطيكم ان كو اوتونتيك، والهريسه يا خوتي شحال حاره وبنينه. نضيفوا كميه تاع مخلل مقطع دقيق مغرف صغيره العسل ونخلطوا كل شيء والصلصه تاعنا رواج. نجيبوا البطاطا ونحطوا فوقها لي زون وكراميليزي كطبقه ثانيه، ونضيفوا الطبقه تاع الصلصه هكذا. الفريت تاعكم راح يجيكم ناشف ويجيكم بزاف. وفي الاخر راح نجيبوا هذاك البولي كريسبي نديروا هكذا قطع كبار ولا نقطعوا قطع صغار ونديروا فوق الجبن مبشور ولا قويه ولا كيما تحبوا نتوما وندخلوه تقرات. وهذه الوصفه سهله ما لا توجد بالخوم، ما تنساوش تجربوها وتبارطاجوها.